وهو قرشي مخزومي لم يبلغه النهي، فاستمر في التمتع حتى بلغ عمر فنهاه وفرق بينهما. هذا المقصود. نعم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر رضي الله تعالى عنه فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وهذا يقول جابر أو يقول أبو نضرة كنا عند جابر بن عبد الله فذكروا له أن ابن عباس أن الزبير اختلف في المتعتين، يعني متعة الحج ومتعة النساء، فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر. من الذي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحمل على أن جابر رضي الله عنه على أن جابرا لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نسب النهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتقدم مرارا ما يتعلق بمتعة الحج، وأنه مشروع بنص كتاب الله سبحانه وتعالى وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفعل الصحابة المتعة التي هي متعة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام ولم ينزل قرآن يحرم هذه المتعة. فلما سأله سراقة بن مالك هل هذا لنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال لا، بل لأبد الأبد. فبالنسبة لمتعة الحج فهي مشروعة بنص القرآن والسنة، وأما بالنسبة لمتعة النكاح فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه تحريما كما سيأتي مؤبدا إلى يوم القيامة. ولكن يحمل على أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، فنسبوا التحريم أو النهي إلى عمر بن الخطاب. قال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سممة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن السبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها 3 ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. الحديث الأول حديثنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. أوطاس في العام 8 في عام الفتح، كان الفتح في رمضان، أوطاس في شوال، كان أوطاس في شوال. فيقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها، كما سيأتي
في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح منع المتعة وحرمها تحريما مؤبدا، فيحمل ذلك يعني تعرفون عام الفتح كان في رمضان في العام الثامن، الفتح في رمضان في العام الثامن. وهنا يقول في حديث سلمة أنه كان في عام أوطاس. هل يقصد في غزوة أوطاس؟ لا، المقصود أنهما عبرا عن السنة، فمنهم من قال عام الفتح ومنهم من قال عام أوطاس، فهما في عام واحد، والواقعة كانت في إحداهما وهي في عام الفتح أو في زمن الفتح. لماذا؟ لأن في حديث سبرة بن معبد أنها رخصت 3 أيام ثم حرمت تحريما أبديا إلى يوم القيامة. لا يمكن أن يكون في يعني أيام الفتح في رمضان ثم استمر التحريم إلى شوال ثم أبيحت مرة أخرى ثم حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. فيحمل قوله عام الأوطاس يعني أنه أراد العام، منهم من عبر عن العام بعام الفتح ومنهم من عبر عن العام بعام أوطاس لكونهما وقعا في سنة واحدة، فكلاهما عبر بحدث كبير والمقصود هو أحدهما، المقصود هو أحدهما وهو عام يعني أيام الفتح. فلم يعرف أنه في غزوة أوطاس أن هناك من تمتع بالنساء في شوال، ولكن هذا كان في أيام الفتح وكانت في رمضان. ثم قرأنا حديث سبرة بن معبد الجهني وذكر حكاية وفيها أنه هو ورجل يعني وجد شابة جميلة على قوام حسن فعرض أنفسهما عليها، وكان أحدهما شابا وعنده برد قديم، برد وهو كساله وخطوط قديم، والآخر برده جديد لكنه أسل وفيه دمامة، فاختارت الشاب إن كان برده قديما وبقي معها 3. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال فأقمنا بها 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة،
فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقال مسلم رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردين فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآبرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبر ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وقال الإمام مسلم رحمه الله كما تقدم معنا في هذه الحديث هذه الحديث تدور على معنى واحد وهذه الروايات وهي أن رجلين يعني عرض أنفسهما من الصحابة على فتاة فاختارت أحدهما قوله محر أي بالي. وفيه أن نكاح المتعة يعني حرم في عام الفتح وهو جدير بالتحريم. هذا النكاح نكاح المتعة الذي هو النكاح إلى أجل مؤقت مقابل شيء يعطى للمرأة قيل له نكاح المتعة لأن كل واحد يتمتع بالآخر فالمرأة تتمتع من حيث الفراش وأيضا بما يعطى لها من قليل أو كثير والرجل أيضا يتمتع بالمرأة. فليس المقصود ما يقصد من سائر أنواع النكاح المشروع من حصول الولد والسكينة والتآلف والمودة والرحمة المذكورة في قوله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فليس المقصود هو السكن
إنما المقصود هو قضاء الشهوة. فلأجل هذا كان من أسباب ودواعي تحريم هذا النوع من النكاح. أيضا من أسباب التحريم أنه كما أنه لا يجوز اتفاقا أن يقول الرجل للمرأة يعني أجريني من نفسك مقابل كذا، أو أجرتك مقابل كذا، فأيضا هذا النوع من النكاح هو شبيه بالإجارة، هو شبيه بالإجارة، أن يدفع مالا لمدة معينة، فإذا انتهت هذه المدة فصاحب العقار يأخذ عقاره وصاحب المال يكون قد ذهب ماله، فلأجل هذا هو محرم. ثم أيضا من باب سد الذريعة إلى الزنا، فتصور إذا كان يجوز شرعا للمرأة أنها تزوج نفسها بمن اشتهت وأحبت بدون ولي ولا شهود ولا قيود، اللهم هذا القيد أن يكون النكاح لمدة معينة، ثم تكون الفرقة بدون طلاق، ولا يكون هناك ميراث ولا يكون هناك نفقة ولا يكون هناك نسب، يعني ولد ينسب إلى الواطن. فهذا قد يؤدي إلى أن المرأة تتخذ عشقاء وأخدانا وتصير كالسلعة يتلقفها الرجال، ولا شك ما يحصل من وراء ذلك من الفساد في الأعراض والاختلاط في الأنساب وغير ذلك. فمن حكمة الشرع أنه جاء بتحريم هذا النوع من أنواع الأنكحة الذي كان موجودا في الجاهلية، وكانت هناك أمور في الجاهلية فجاء الإسلام لقرب عهدهم بالكفر والجاهلية جاء بالتدريج في تحريم هذه الأشياء، من ذلك الخمر، وقد كانت حلالا في أول الأمر ثم درجهم الشرع، يعني تدرج معهم حتى وصل بهم إلى التحريم النهائي، كان حلالا ثم ضيق عليهم يعني قيل له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن هذا يؤدي إلى تقليل أوقات الشرب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالذي يمتثل هذه الآية معناه أنه سيقلل من أوقات الشرب. ثم جاء التعريض يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاء التحريم النهائي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا بالنسبة لنكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام، ثم حرم كما سيأتي في يوم خيبر، ثم أبيح في عام الفتح، ثم حرم تحريما أبديا. فبقيت الأمة على تحريم نكاح المتعة، لا خلاف بينها بعد حصول خلاف يسير في الزمن الأول كما سيأتي. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حنظلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أي بشهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم مفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لدلكم جاف فلعلي لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الزبير تجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب أخبرني خالد بن المهاجر بسيف الله أنه بينه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا. قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سمرة الجهني أن أباه قال
كنت استمتعت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عمله عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. نعم. أيضا هذا حديث عبد الله أو حديث عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض لرجل، فنادى: من هذا الرجل الذي كان يعرض به؟ إنه عبد الله بن عباس البحر الحبر العالم النحرير رضي الله تعالى عنهما. لكن يعني ما من عالم مهما بلغت منزلته في العلم إلا وقد حاز الشيء من العلم، وليس هناك من حاز العلم كله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعالم مهما كان متوسعا في العلم لا تظن أنه قد حاز العلم كله. العلم واسع وكثير وقد وزع في الأمة، وما من عالم إلا هناك من هو أعلم منه. وصدق الله إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهو القائل سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما استمر في الفتوى بجواز المتعة، لأنه لم يثبت عنده نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن الزبير فقد ثبت عنده نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وكان خليفة آنذاك، فشدد القول على من يجيز نكاح المتعة، وانطلق في ذلك من منطلق المسؤولية، فهو الخليفة وهو المسؤول عن شؤون المسلمين، وهو بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من أنواع الأنكحة الذي صار باطلا ومحرما تحريما أبديا إلى يوم القيامة. فقال معرضا لعبد الله بن عباس: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك الوقت قد فقد بصره رضي الله تعالى عنهما، فخاطبه أو عرض به عبد الله بن الزبير بهذا التعبير. فصاح عبد الله بن عباس وقال: إنك لجلف جاف، لجلف جاف، يعني فيك شدة وغلظة. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين. هل صدق ابن عباس في ذلك؟ الجواب: نعم، صدق ابن عباس في ذلك رضي الله تعالى عنهما. كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعد ذلك النهي عن المتعة. كانت تفعل صحيح، لكن جاء النهي عن المتعة بعد ذلك، جاء النهي عن المتعة بعد ذلك من قبل إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ بالأخير من قوله وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، فيكون نكاح المتعة منسوخا، يكون نكاح المتعة منسوخا. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بإحجارك. يعني هدده ابن الزبير، قال: كيف تفتي بهذا؟ هذا حرام، وإلى هذا الحد لو أنك أقدمت على التمتع وأنت قد أحصنت لرجمتك، لأقمت عليك حد الرجم، حد
يعني الزاني الثيب مبالغة في التغليظ في النهي عن هذا النوع من أنواع النكاح. ثم ذكر قول ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميت والدم ولحم الخنزير، يعني كما تقدم يعني كانت مباحة للحاجة والضرورة ثم نهي عنها. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي قال حدثنا جويرية عن مالك في هذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائب نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. نعم، لازم في هذا الحديث هذا الحديث ختام هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الفصل فيما يتعلق بنكاح المتعة. ذكر حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. سيأتي ما يتعلق بلحوم الحمر الإنسية في باب الأطعمة وأنها محرمة وأن الحلال لحوم الحمر الوحشية إن شاء الله. وهنا فيه أن تحريم نكاح المتعة كان في عام خيبر. متى كان عام خيبر؟ في العام السابع والفتح في الثامن. نعم، فكيف الجمع بين حديث علي بن أبي طالب بأن نكاح المتعة كان تحريمه في عام خيبر وهو العام السابع وحديث سدرة بن معبد الجهني أن التحريم كان عام الفتح وهو في العام الثامن؟ فأجاب العلماء بأن التحريم كان مرتين، كانت الإباحة مرتين وكان التحريم مرتين، كان التحريم مرتين. فحرم في عام خيبر ثم أبيح عام الفتح ثم حرم مرة أخرى. كان قبل خيبر حلالا، فلما كان خيبر حرم ثم استمر التحريم، فلما كان عام الفتح أبيح له إباحة مؤقتة ثم عاد التحريم مرة أخرى تحريما إلى يوم القيامة. هذا هو الحاصل. وأيضا فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن عباس إفتاء بجواز المتعة. هذا يدل على أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما استمر على
القول بالجواز، ولم يثبت على الراجح أنه رجع في آخر عمره عن الفتوى بالجواز. رويت آثار في أنه رجع عن ذلك ولكن لم يثبت منها شيء، فقد بقي على هذا المذهب حتى مات رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيما تقدم. أن يعلم المسلم أن العصمة ليست إلا للأنبياء والملائكة، وإلا العالم مهما بلغ من العلم قد يخطئ وقد يجهل أمورا، وهذا يعني إذا كان خفاء السنة أو الحكم الشرعي يحصل لكبار علماء الصحابة فكيف بمن دونهم؟ فمن هنا لا يجوز تقليد العالم، ولا يجوز التعصب للعالم، ولا يجوز أيضا الأخذ بزلات العلماء وتتبع رخص العلماء. قد قيل قديما: من تتبع زلات العلماء فقد تزندق واجتمع الشر كله فيه. فليحذر المسلم من ذلك، وليكن قائده وليكن مبتغاه هو الدليل، ويطلب الحق حيثما كان وأينما كان، وممن جاء به إذا جاءك بالحق فتقبله، فأنت تعظم الحق وتقبل الحق وترجع إلى الحق وتتحاكم إلى الشرع، الحمد لله، تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، ويوم يناديه فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. نعم. لماذا نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لماذا نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ لأنهم جمع. كيف جمع؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيش؟ عنهما ولا عنهم؟ كيف معنى الجمع؟ يعني اثنين، هنا اثنين، علي بن أبي طالب، علي وأبو طالب. ليش ما نقول رضي الله عنهما؟ الأخ قال رضي الله عنه، وعند ابن عباس قال رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليش بعضهم عنه وبعضهم عنهما؟ الله أعلم. أين الدفتر؟